السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر حاتم لطفي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل أبعاد العربية خط مستقيم علشان نقدر نظبط الأبعاد بتاعتنا ونقدر نطلع على الطريق بدون أي خوف أو توتر أو تردد، وفي نفس الوقت يبقى عارف أبعاد الدركسيون بتاعته، سنس الفرامل، سنس البنزين، سنس الدبرياج. معانا طبعا مستر حاتم لطفي مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا شعارنا هنا مع الأكاديمية مع العالمي أنت عالمي، لأنك بتدرب وشك وظهرك، فبالتالي بتبدأ تبقى عارف أبعادك كويس، تبقى عارف نظرتك للمرايات، تبقى عارف السنس بتاع الدبرياج المظبوط معاك، سنس الفرامل، سنس البنزين. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر حاتم لطفي بيقدر يتمكن منها ويعملها بوشه وبظهره. اتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر حاتم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات، طبعا مع شعارنا مع العالمي أنت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر حاتم بيبدأ إن هو يرجع خط مستقيم علشان يبدأ يركن ركنة عمودي على الرصيف، طبعا باستخدام الإقماع مش وجنبنا عربية، علشان نبقى متأكدين مليون في المية إن العميل ما عندوش رهبة أو خوف إن هو يخبط أي عربية جنبه، فبالتالي ده يديله ثقة إن هو يقدر يتحرك براحته بالعربية. تاني حاجة أنا بصور وأنا واقف بره عشان أديله الثقة الكاملة إن هو لوحده اللي بيتحكم في العربية، علشان لما يجي يطلع على الطريق مش محتاج ان انا ابقى قاعد جنبه امسك الدركسيون كل شويه ولا اقول له حاسب ولا بص في مرايتك. الركنه دي منها كركنه عشان بتنفعنا في اي باركينج في اي مول او احيانا تحت البيت، ومنها كمان ان احنا نظبط مرايتنا يمين وشمال، نعرف نظبط سنس الدركسيون بتاعنا، الحوضه بتاعتنا يمين ولا شمال واحنا بنرجع لورا، اكثر يمين ولا اكثر شمال. الناس كتير بتتلخفن فيها. اكثر قد ايه برضو الزاويه بتاعتك دي بتحددها على حسب مرايتك. فطبعا مستر حاتم طبعا بيورينا دلوقتي الركنه العمودي على الرصيف باستخدام الاقماع. طبعا هو بص في الزاويه بتاعته مع المرايه اليمين لقى ان القمع مش ظاهر، فيبدا ان هو يطلع واحده واحده زي ما احنا شايفين دلوقتي ظهرت معاه. يبدأ هيرجع لورا واحدة واحدة، بس هتقابله مشكلة تاني ان القمع التاني ورا شمال مش هيبقى ظاهر معاه، فبالتالي هيطلع قدام تاني ويعملها. بس هنشوف الكلام ده واحنا واقفين بره من غير ما اقول له اي حاجة، ولا اقول له يمين ولا شمال ولا اقف ولا شايف مرايتك ولا لا. ليه؟ احنا جايين نتعلم. طالما انت جاي تتعلم يبقى لازم تغلط، عشان لما تغلط هتعرف غلطك، بس في نفس الوقت انت لما تغلط هتلاقي نفسك بتتعلم اسرع. ليه؟ لان مفيش حد قاعد جنبك بيقول لك المعلومه كتير، يقعد يقول لك يمين شمال يمين شمال يمين شمال، لا، انت هتبقى قاعد بعد كده بعد ما هو ينزل محتاج اللي يقعد جنبك ويقعد يقول لك يمين شمال يمين شمال، لا. انما انا ببقى قاعد بره بعد طبعا ما علمتها له مره عملي، مرتين عملي، 3 مرات عملي، مش مهم، المهم ان هو يستفادها ويأديها بكل سلاسه. زي ما احنا شايفين مستر حاتم 100 100. نتمنى له طبعا الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر حاتم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات، مع شعارنا طبعا مع العالمي انت عالمي، بتقدر تعمل كل حاجة. زي ما احنا شايفين مستر حاتم بيبدأ ان هو يعمل الركنة الموازي للرصيف، بنعملها طبعا بالاقماع باستخدام الاقماع من غير العربيات، عشان ما يبقاش فيه عند اي حد من العملاء بتوعي يبقى عنده خوف او عنده رهبه او عنده فوبيا وهو بيعملها، عشان ما يخبطش العربيات اللي حواليه سواء قدامه او وراه. تاني حاجه بنعملها في شارع واسع شويه عشان طبعا ما نوقفش الشارع لما نيجي نركن، وعلشان يبقى برضه ما يبقاش فيه ازعاج ان هو لما اي حد يجي وراه يقعد يزمر له، فبالتالي يبقى فيه رهبه او فيه خوف. فبالتالي نزرع فيه الثقه الاول، وبعدين نبدا ان احنا نعمل الاختبارات بتاعتنا بكل هدوء، ونبدا بعد كده نخلص ونطلع براحتنا على الطريق، ما يبقاش فيه اي خوف او فيه رهبه. دي طبعا بتظبط معاه الركنه اولا، بتظبط معاه المرايه، بتظبط معاه الدركسيون، بتظبط معاه حساسيه رجله على الدبرياج على الفرامل على البنزين، بتظبط الحساسيه بتاعته في كل حاجه. طبعا زي ما احنا شايفين لقى ان الرصيف وراه هيبدا يطلع لقدام واحده واحده لحد ما الزاويه بتاعته ورا تفتح شويه. مجرد ما شافها فتحت في المرايه فيبدا ان هو يرجع تاني عليها. رجع لقى برضو ان هي قريبة من الرصيف، هيبدأ يخش قدام تاني ناحية شماله.
علشان يقدر يظبط العربية بين القمعين اللي قدامه واللي وراه، عشان يقدر يدخل العربية صح بين أي مكان، سواء كان ضيق سواء كان واسع. يقدر يتحكم في زاويته في الدريكسيون، يقدر يتحكم في أبعاد العربية، يقدر يتحكم في السنس بتاع الفرامل، في البنزين، في الدبرياج. يقدر يبص في مراياته كويس لما يجي يطلع معايا بعد كده على الطريق، عشان لما يجي يطلع على الطريق مش محتاج ان انا اقول له بص يمين بص شمال، لا، محتاج ان هو يبص بنفسه، يعرف يقدر ابعاد الناس اللي وراه، يعرف يفتح لهم لو هم زانق عليهم. معانا دلوقتي مستر حاتم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا بيبدأ يرجع واحدة واحدة باستخدام طبعا المرايات. لقى ان الزاوية بتاعته خلاص ورا في المراية قربت، فهيبدأ ان هو يطلع لقدام. نيجي نبص على الزاوية بتاعته من قدام عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين ما شاء الله ممتاز جدا جدا جدا. وطبعا راكن الدريكسيون في المستقيم بتاعه، مش جايب زاوية. طبعا نتمنى له الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر حاتم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. طبعا بنعمل الاختبار بتاع الرخصة بتاعنا زي ما احنا شايفين دلوقتي. مستر حاتم بنعمل الاختبار بتاع حرف اس. ما شاء الله مستواه كويس جدا. دلوقتي احنا بنعمل الاختبار بالإقماع، بس ببقى موسعها شوية صغيرين علشان العميل يبقى عنده القابلية ان هو يقدر يتعلمها كويس، وبعد كده ممكن نعملها ضيقة براحتنا جدا. دلوقتي معانا مستر حاتم هيبدأ ان هو يرجع بظهره مع حصة الإقماع بتاعتنا في اختبار الرخصة حرف اس مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. يبدأ وهو بيرجع طبعا لازم مراياته تكون ممتازة جدا، لازم على قد ما يقدر يبص في مرايته كويس، لازم زاوية دريكسيونه تكون مظبوطة، سنس الدبرياج بتاعه يكون هادي، ما يكونش بيبقى بيجري منه ولا بتقف منه. لازم سنة الدريكسيون تيجي مظبوطة على قد الدخلة، ما ينفعش لا تيجي قبلها ولا تيجي بعدها. زي ما احنا شايفين مستر حاتم بيشوف ان المرايتين بتوعه في يوم الإقماع، يبدأ ان هو يخش واحدة واحدة ويظبط زاويته وماشي بهداوة علشان يقدر يحافظ على ثبات العربية ويحافظ على زاويته مع دخول وخروج العربية. نتمنى له التوفيق ونخش ان شاء الله على الطريق السريع بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر حاتم مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنعمل الاختبار بتاع الزجزاج. بنعمله ليه؟ علشان أتأكد مليون في المية إن العميل معايا بيعرف يتحكم في انسيابية العربية وزاويتها وزاوية الدركسيون، وفي نفس الوقت سنس الدبرياج بتاعه مع سنس الفرامل مع سنس البنزين. طبعا ده بيبقى بالنسبه لي اصعب شويه من الرخصه، عشان بيبقى الانتباه بتاعته اعلى طبعا من الرخصه، لان ده بحط فيه اقماع اكتر علشان ادي القابليه ان هو يعرف يبص بعينه كويس جدا في زاويته مع المرايه، عشان يعرف يتحكم 100% في دخول وخروج العربيه وهو ماشي بيها. زي ما احنا شايفين دلوقتي عملناها طبعا بوشنا خط مستقيم. هيبدا ان هو يرجع بظهره، وهو بيرجع بيبص في مرايته عشان يشوف الإقماع بتاعته. زي ما احنا شايفين بيبص في مرايته كويس جدا عشان يلف حوالين الإقماع بتوعه. طالما هو شايف القمع جنب الكاوتش بتاعه ورا، على أساسه يبدأ إن هو يكسر عليه. لازم عايزة تحكم كلي في كل سنتي في العربية علشان تعرف تظبط زاويتك كويس جدا، تعرف تظبط حساسية الدبرياج بتاعتك، العربية ما تبطلش منك ولا تجري ولا تنط منك. في نفس الوقت تعرف تظبط سنس عينك مع المرايات، لما يكون في حاجة وراك سواء بلاعة سواء طفل سواء حجر تعرف تتفاداهم بكل سهولة. زي ما احنا شايفين مستر حاتم يبدأ يظبطها واحدة واحدة. طبعا دي بتبقى أصعب بكتير في التحكم بتاعها عن الاختبار بتاع الرخصة. وزي ما احنا شايفين طبعا عدد الإقماع اللي احنا بنحطها علشان نزود مستوى الصعوبة على أي عميل
لان ديت مش بتظهر لاي عميل، وحتى مش هتلاقيها موجوده في الجدول بتاعنا. ديت بتظهر للناس مستواها عالي جدا، علشان يبقى طالع مطمن من تحت ايدينا ان هو خلاص قدر يوصل للليفل اللي هو حبه او اللي هو محتاجه، علشان يبقى مطمن ان هو لو ركب عربيته مهما كانت، سواء جديده او مستعمله، ما يخافش عليها ولا يخاف على نفسه ولا يخاف من اي عربيات بره، لان الانسيابيه بتاعته بقت عاليه جدا في حركه الدركسيون مع العربيه. بقى هو والعربيه بالنسبه لنا واحد. زي ما احنا شايفين خلاص تخطى اخر قمع، بيبص بس مع المرايه بتاعته عشان الطريق بتاعه ما ينفعش يرجع عليه من غير ما يبص عليه. طبعا نتمنى لمستر حاتم التوفيق والخير، ونخش ان شاء الله معاه على الطريق السريع، وندينا باذن الله احلى ريفيو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. معانا النهاردة مستر حاتم على الطريق السريع في آخر حصة ليه، وهيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. بصراحة مدرسة ممتازة، أنا اتعلمت فيها كل حاجة. اتعلمت من أول يعني إيه عربية أصلا. اتعلمت فيها، اتعلمت ميكانيكا العربية. تمام. وإيه تاني؟ اتعلمت الركن الموازي والركن العمودي. اتعلمت ازاي ارجع بظهري واركن. اتعلمت ازاي اخد الملف. بس علي صوت شوية معلش. اتعلمت ازاي اخد الملف. تمام. اتعلمت ازاي اطلع الكوبري تمام. وامشي وسط الزحمة. حاسب الحفرة دي. تمام. في حاجة كانت ناقصاك وأنت ماشي على الطريق؟ في حاجة هي بس الثقة في نفسي شوية. تمام. حاسس إن أنا قصرت معاك في أي حاجة؟ لا تمام، كابتن خالد مقصرش معايا خالص بصراحة. أتمنى لك الخير والتوفيق، ونشوفك إن شاء الله بعربيتك على الطريق السريع. السلام عليكم.